تريد المعالي وطيب الأثر، إذا لا تمل العنا والسهر. فلو كان نيل المعالي رخيصا لكان الثرى في جوار القمر. تمسك بحلمك يا حالم، غدا احيانا لازم تفهم ان مفيش حاجه بتوصلك للنقطه الاعلى في حياتك غير ان انت لازم تعدي بدرجات من المعاناه. بمعنى ان انت دايما لما بتبص على نجاح حد انت بتبص على النجاح اللي بيلمع قدامك، بتبص على القصه اللي بتبرق قدامك، بتبص على القصه اللي انت كل شويه تشوفها تقول والله لا انا نفسي ابقى زي ده، انا نفسي يبقى جسمي عامل زي مش عارف مين، انا نفسي ابقى عندي فلوس زي فلان، انا نفسي ابقى مشهور زي علان. انت بتقعد تبص على النقطه الايجابيه وفي نفس الوقت بتنسى النقط السلبيه اللي عدت قدامك اساسا. ابرز النقط السلبيه دي هو ان في كتير من العقبات والمشاكل والايام المكرره اللي الشخص ده بيعدي عليها اللي انت ما بتاخدش بالك منها اساسا. ورط نفسك، ده الحل في كلمتين: ورط نفسك. ما تأجلش، نبدأ حالا، اعمل اللي تقدر عليه النهارده، حتى لو مش هيطلع حلو، حتى لو اليوم مش مناسب. لو انت عايز تحقق حاجة ما حققتهاش قبل كده، فجهز نفسك انك تعمل حاجة ما عملتهاش قبل كده، وده معناه في بعض الاحيان انك تبدأ قبل ما تكون جاهز. عايز تنجح ما ينفعش تفكر في الراحة، الراحة لا تدرك بالراحة. لازم تبذل، لازم تعمل مجهود، لازم تعمل مجهود. اهدى شوية، انت مش متأخر وانت مش سابق وانت مش في حتة غير اللي ربنا حطك فيها، وانت مش هتعمل في الوقت غير اللي ربنا أراده. استهدى بالله، كل حاجة بتيجي وكل شيء عند الله بقدر، وانت مش مطالب بان انت تقعد تعمل السبرنتات اللي المجتمع الحديث النهاردة والخطاب الحديث النهاردة بيزوقك انك تعملها. ما تأخرت، والله ما تأخرت. تشتت فترة وبعدين عدت، صرت تقارن حالك بحال غيرك بعدين رضيت بحالك. حاولت بأمر كذا مرة وما ضبط وبعدين ضبط. أروا الله من أنفسكم خيرا. أنت ما عليك الوصول، عليك صدق التوجه والمحاولة والمعافرة والسعي لآخر لحظة. اصل انت مش هينفع تبقى مميز غير ما تكون احسن واحد في اللي حواليك، وعشان تبقى احسن واحد دايما فما فيش مجال للخساره، لازم تفوز في الماتش، لازم شركتك يبقى دايما سهمها في الطالع، لازم تأدي احسن اداء عشان تفضل متشاف من نفسك ومن اللي حواليك على انك ناجح. مفيش مجال انك تيجي رقم 2، لازم تحافظ على الصداره. عندك يا عزيزي مستحيل، لازم يجي عليك مره وتخيش، ولكن بما انك ناجح واستثنائي ومشهور فالاضواء مش هتتسلط بس على لحظات نجاحك، لا دي مش هتفرقك كمان ساعه الاخفاق.
الوقت اللي انت قاعد فيه ده دلوقتي في واحد تاني قاعد عمال بيذاكر المنهج وبيفرمه علشان يوصل لأعلى درجة في الامتحان يعرف يجيبها. انت يا ابني قدامك كام اسبوع وهتخش تمتحن امتحانات اخر السنة، فيبقى حرام عليك لما تبقى قاعد ما بتعملش اي حاجة في الدنيا وبتضيع وقتك وعمال بتسكرول على الفيس والانستا وسايب المنهج. ما هو يا جدعان مش طبيعي وبعد كده ترجع تقول لي ان انت جايب درجات وحشه ودرجات زي الزفت. ما هو اكيد من اللي بتعمله. انت شغلتك دلوقتي طالب، يعني مش وراك حاجه في الدنيا كلها غير ان انت تقعد تذاكر. وتاكد يا ابني مليون في الميه ان اللي انت بتتعبه دلوقتي واللي انت بتشقى فيه دلوقتي في المذاكره والصحيان بدري والسهر متاخر والاكل اللي مش مظبوط والقصه دي كلها، والله العظيم نتيجته موجوده وحتما ولا بد هتلاقيها. ايه هم يا مستر؟ يقول لك رقم واحد عندنا حاجه اسمها الصيغه الجزيئيه. عندنا صيغه اسمها صيغه جزيئيه. بعدها كمان عندنا صيغه 200 اطرحهم من بعض يبقى حجم الماء المضاف كام؟ 300 مللي. وبكده يا صديقي العزيز يبقى احنا وصلنا مع بعض الى نهايه الشوط الاول من المباراه. الشوط الاول اللي هو ايه يا حبيب قلبي؟ نهايه ملخص الشرح. يلا بقى بينا يا بطل، هناخد استراحه بسيطه، انت ما تريحش، انت كمل معايا عادي، وننتقل مع بعض الى احداث الشوط الثاني من المباراه وهو الجزئيه الخاصه بالحل. يلا بينا سريعا ننتقل لجزئيه الحل. طلاب الاعزاء، توكل على الله ولا تهتم، اعتمد على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون عندنا ثقة بالله تبارك وتعالى، وإلا كيف نكون مؤمنين؟ هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، أن نؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وأنه يعني لا يتغير شيء. والله الذي لا إله إلا لن تزيد فلسا ولن تنقص فلسا من رزقك. الباب الاول الحساب الكيميائي. وكده يا صديقي احنا حاولنا والله قدر الاستطاعه ان احنا نقصر المراجعه. لا ما هي مش حفله تعارف، خلاص افتكرت. عايزين ايه بقى دلوقتي؟ ايه اللي عايزين ايه؟ عايزينك ترجع لي ابني. استغفر الله العظيم. يا ابني هي الحاجات سهله عندك كده. انت فاكر بتدوس على زرار تلاقي الحاجات اللي ضايعه. ما المفروض اعمل ايه يعني؟ يا فندم في ست كده بنت حلال لقيته وصممت انها تاخده لحد ما انتوا تيجوا. انت كريم يا رب. طب هي مين يعني؟ رقم تليفونها ايه؟ نوصلها ازاي يعني؟ لا الصراحه ما اعرفش.